أصدرت صحيفة إسبانية تدعى الإيكونوميستا تقريرا تدعي أن المغرب يقلد النموذج القديم لإسبانيا لتحقيق قفزته الاقتصادية الكبرى ويكون مصنع أفريقيا، وهذا للأمانة يحمل العديد من أوجه الصحة، ولكنه أيضا يحمل بعض المغالطات، وأنا هنا لأشرحها لكم. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. المغرب بلد لديه كل شيء تقريبا للتمتع بالتنمية الاقتصادية التي تسمح له بتقليص الفجوة تدريجيا مع إسبانيا خصوصا وأوروبا عموما. فالمغرب يمتلك موقعا جغرافيا جيدا، فهو بجوار أوروبا أحد المراكز الاستهلاكية الرئيسية في العالم، وله انفتاح على الأمريكيتين إضافة إلى انتمائه لإفريقيا. كما يملك المغرب قوة عاملة رخيصة التكلفة، ولكنها أفضل تدريبا نسبيا من تلك الموجودة في بقية إفريقيا. ويملك المغرب حلفاء عظماء على المستوى الدولي مثل الولايات المتحدة أو إسبانيا نفسها حسب تعبير الصحيفة، ولا تريد الرباط أن تضيع هذه الفرصة، وقد بدأت في اتباع الخطوات التي اتخذتها إسبانيا خلال فترة تحقيقها أكبر نمو في الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية حينها، خاصة وأن المغرب أصبح قوة صاعدة في صناعة السيارات، والتي تعول عليها الحكومة لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة وفقا لمراكز التحليل المختلفة. وبناء عليه، ما هي أهم نقاط التجربة الإسبانية لتحقيق القفزة الاقتصادية؟ وما هي أوجه التشابه بين التجربة الإسبانية في الستينات وسبعينات القرن الماضي والتجربة المغربية الحالية؟ وكيف يمكن أن يمثل صعود المغرب الاقتصادي تهديدا لإسبانيا التي تسيطر على عدة جزر وثغور مغربية؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمدي القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم حلقاتنا أولا بأول. ونعود لموضوع حلقتنا، فحتى الآن كان الاقتصاد المغربي مخيبا للآمال أكثر من كونه مفاجأة إيجابية، وكانت معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي صغيرة نسبيا بالنسبة لمستوى التنمية مقارنة بإسبانيا، بالإضافة إلى المساعدات الدولية التي تتلقاها المملكة المغربية في كل فترة. ورغم كل ما سبق ذكره، فعلامات التباطؤ للنمو الاقتصادي في المملكة تبدو جلية للعديد من الخبراء إذا قارناها بنسب النمو للدول التي حققت قفزات اقتصادية ضخمة. ومع ذلك قد يكون هذا على وشك البدء في التغير، حيث يشير جيمس سونستون المحلل في شركة كابيتال إيكونوميكس في تقرير حديث له إلى أن الأداء الاقتصادي الضعيف للمغرب هذا العام ربما لا يكون أكثر من مجرد انتكاسة. ويفسر ستيفان ألبي الخبير الاقتصادي في بنك BNP باريبا هذه النكسة في ظل موجة جفاف كبرى أدت إلى انخفاض الزراعة. وفي الواقع إذا تم استبعاد القطاع الفلاحي، يوضح الخبير في البنك الفرنسي أن نمو النشاط ظل مستداما عند 3.3% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024. ولذلك فإن الآفاق لتحقيق قفزة اقتصادية لا تزال واعدة بفضل التضخم المنخفض والمستقر والسياسة النقدية الأكثر مرونة وقطاع التصنيع المزدهر. لذلك يتوقع الخبراء السابق ذكرهم أن ينمو الاقتصاد المغربي بنحو 5% في عام 2025 و2026، وهو أسرع مما يتوقعه محللون آخرون. علاوة على ذلك، فعلى المدى الطويل يمكن أن يصبح التقارب في الدخل الوطني بين المواطن الإسباني والمغربي أكثر وضوحا،
حيث يقول سونستون من شركة كابيتال إيكونوميكس: من المرجح أن تكون المملكة المغربية واحدة من أسرع الدول في العالم الناشئ. صحيح يبلغ دخل الفرد الحالي في المغرب نحو 4200 دولار، وهو رقم بعيد عن نظيره في دول مثل إسبانيا التي يتجاوز فيها نصيب الفرد 30,000 دولار بحسب صندوق النقد الدولي، ولكن على الرغم من الفجوة الكبيرة للغاية فإن جزءا كبيرا من هذا الفارق نشأ بين فترة الخمسينات والثمانينات من القرن العشرين، عندما تمتعت إسبانيا بطفرة صناعية وإنتاجية كبيرة، حيث أظهر تقرير حديث صادر عن دوتشي بانك أن الانطلاقة العظمى للاقتصاد الإسباني حدثت في فترة ما بين 1950 إلى 1974، حيث بلغ متوسط النمو السنوي 6.3%، وفي وقت لاحق بدأ الاقتصاد الوطني يفقد زخمه وكذلك الإنتاجية. وفي الفترة ما بين 1975 و 1999 بلغ متوسط معدل التباين السنوي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 2.6%، بينما في ربع القرن الحالي من 2000 إلى 2024 كان الرقم حوالي 1.6% فقط. والآن يريد المغرب محاكاة تلك المرحلة أو الدورة الاقتصادية العظيمة لإسبانيا من خلال اتباع نفس الخطوات. تخيلوا أن إسبانيا نهضت في ربع قرن فقط، وأنا أعني الفترة ما بين 1950 إلى 1974، والتي شهدت نموا سنويا قدر بأكثر من 6% سنويا، ثم بعدها انخفضت نسب النمو في مطلع الألفية لتصبح في حدود 1.6% فقط. والمغرب الآن يريد تكرار تلك التجربة الإسبانية وفق الخصائص المغربية الحالية ليحقق نسب نمو مشابهة، ولكن في حدود 5% مبدئيا. وهذا إن حدث سيكون قلبا صريحا لموازين القوى الاقتصادية في المنطقة. لهذا نجد المغرب يتطلع إلى إسبانيا من أجل نيل المكانة التي يستحقها. فكما نعرف، فالفترة التي نهضت فيها إسبانيا كان المغرب منشغلا بحرب الاستقلال عن فرنسا وطردها من البلاد وتأميم شركاته، ولم يهدأ المغرب حتى استعاد صحراءه من إسبانيا في بداية السبعينات. بالتالي انشغل المغرب في تلك الحقبة في فرض سيادته على إقليمه عكس إسبانيا التي كانت تتطور بشكل سريع لأنها لم تكن تواجهها أي مشاكل. فقبل أن تنظم إسبانيا كأس العالم 1982 كان الإسبان يتوافدون على المغرب من أجل العمل عند المغاربة، وكان المغاربة يطلقون عليهم كنية أبو رقعة. وهذا الأمر ثابت في الذاكرة لدى المغاربة الكبار في السن، فإذا كان بقربكم شخص مغربي كبير فاسألوه حول هذه الظاهرة وسوف يؤكد لكم هذه التسمية. ولكن الآن الأحوال تبدلت، وأصبح المغاربة هم من يذهبون إلى إسبانيا بغية العمل، وهذه سنة الحياة. فكما يقول الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإسبانيا بعد احتضانها من طرف الاتحاد الأوروبي واستغلالها لمشاكل الصحراء نهضت اقتصاديا بشكل لافت، واعتمدت على السياحة والفلاحة والصناعات التحويلية. والمغرب يخطط بعد كأس العالم القادمة سنة 2030 أن تكون تلك السنة مفصلية في الاقتصاد المغربي، ولما لا يمكن أن يتم وضع المملكة على المسار الصحيح للتقدم وتطويرها لتصبح مركزا هاما لاستقبال الاستثمارات العالمية، مثل ما شهدت إسبانيا في أواسط القرن الماضي، والتي حينها استقبلت استثمارات أجنبية كبيرة، مع الإشارة بشكل خاص إلى قطاع السيارات، حيث بدأت العديد من أشهر المصانع ذات العلامات التجارية الأجنبية على الأراضي الإسبانية العمل. في ذلك الوقت في الخمسينات من القرن الماضي كانت شركة رونو الفرنسية الحكومية تبحث عن شريك صناعي لتصنيع المركبات في إسبانيا بموجب ترخيصها، ومن هنا ظهر مصنع فاسا في بلد الوليد، وكان مصنع فولكس فاجن الشهير في بامبيلونا يعمل لصالح شركة موريس الإنجليزية في الستينات. وفي السبعينات استخدمته سيات لوحدات لانسيا الإيطالية. وفي عام 1972 قررت شركة فورد الأمريكية العودة إلى إسبانيا بعد عقود من الغياب، وعرضت خطتها على حكومة فرانكو، والتي
أدت إلى بناء مصنع الماسفيس في فالنسيا. وبعد بضع سنوات في عام 1979 استقرت شركات نيسان اليابانية في مقاطعة كاتالونيا الإسبانية. وقد أصبحت هذه الديناميكية موضع تقدير في الآونة الأخيرة في المغرب، على الرغم من أن رونو على سبيل المثال كانت موجودة في البلاد منذ ثلاثينات القرن العشرين، إلا أن التسارع جاء في القرن 21. وقد تجاوز عدد المركبات المصنعة للمجموعة الفرنسية بالدار البيضاء سوماكا وطنجة أكثر من 4 ملايين مركبة على خطوط إنتاجها منذ انطلاق عملياتها سنة 2005 و2012 على التوالي. وتخطط الشركة الفرنسية العملاقة الأخرى وهي سيتروين لإنتاج حوالي 100 ألف سيارة في البلاد بحلول 2027. وفي العام الماضي ارتفع إجمالي إنتاج المركبات في المغرب بنسبة 15% وتجاوز علامة 500 ألف وحدة. وينتج المغرب الآن مركبات أكثر من المجر ورومانيا، ويقترب من بولندا وفقا لأرقام التي جمعتها شركة كابيتال إيكونوميكس. وبعد الوباء تضاعفت المشاريع خاصة في ظل الاندفاع نحو السيارات الكهربائية والحاجة إلى تنويع سلاسل التوريد وإيجاد تكاليف عمالة أقل. وكان للصين الحريصة على إغراق العالم بسياراتها الكهربائية الأرخص والأكثر تنافسية دور كبير في هذا التوجه. كما يخطط المزيد من المصنعين الصينيين لبطاريات السيارات الكهربائية لإنشاء مصانع في المغرب، حيث ستقوم المجموعة الصينية المخصصة للبطاريات غوشن هاي تك بافتتاح مصنع ضخم في البلاد عما قريب. كما أن شركة هيونيان شينزوم تكنولوجي المتخصصة في المعدات الكهرومغناطيسية وأنودات البطاريات أيضا تبني مصنعا عملاقا لها بالمملكة. وتخطط شركة بيتر نيو ماتيريال أيضا لبناء مصنع لإنتاج 50 ألف طن من الكاثود سنويا. وفي مثال أكثر أهمية، أعلنت الشركة الإسبانية المصنعة لمكونات السيارات أنتولين والتي لديها بالفعل مصنع في طنجة عن رغبتها في زيادة استثماراتها في الدولة المغربية. ويوضح فرانسوا كوناردي الخبير الاقتصادي في جامعة أوكسفورد للاقتصاد في تصريحات لموقع الإيكونوميستا الإسباني أن المقارنة مع إسبانيا في الستينات والسبعينات منطقية ومعقولة مع المغرب. فمن الصواب القول أن التجربة الإسبانية تنطبق على المغرب لأنها تقوم بالأساس على محاولة تحقيق أقصى استفادة من القوى العاملة المؤهلة والماهرة ذات الأجور المحدودة. ويقول هذا الخبير أن السيارات الرخيصة نسبيا موجودة خارج أسواق أوروبا الوسطى، ولكن أسعار العمالة المرتفعة في قارة أوروبا ستدفع مصنعيها إلى التوجه نحو بلدان قريبة من أوروبا ولديها بنية تحتية جيدة ويد عاملة مؤهلة وذات أجور أقل من نظرائهم الأوروبيين. وهذا كله موجود في المملكة المغربية، خاصة وأن بنك BNP كان أحد الممولين الرئيسيين للمشاريع البنية التحتية في المغرب، مثل ما أكد ستيفان ألبي في عام 2021، حيث أطلقت السلطات حينها برنامجا واسعا طويل المدى يهدف إلى إعادة تشكيل نموذج التنمية في المغرب بشكل عميق. ويبدو أن الأرقام تدعم هذه الخطط، فقد تضاعفت الإعلانات عن مشاريع الاستثمار الأجنبية المباشرة الجديدة بالكامل بمقدار 5 أضعاف في العامين الماضيين. ولعبت الشركات الصينية المغربية دورا رئيسيا في تحقيق هذه الطفرة. ولعلمكم فالمغرب هو الدولة التي لديها أعلى نسبة من المشاريع الجديدة المعلن عنها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول الصاعدة الأخرى، حيث بلغت النسبة 14% في عام 2023 مقارنة ب2% للمكسيك وتركيا. وهنا تتجلى أهمية الصين مرة أخرى، فتاريخيا كانت تمثل أقل من 2% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، ولكنها مثلت
ما يقرب من 30% من إعلانات الاستثمار في الفترة بين 2022 و 2023. بالتالي يمكن القول أن ثلث الاستثمارات الأجنبية في المغرب قادمة من الصين، كما يتمتع المغرب حاليا بالعديد من المزايا النسبية ليصبح المصنع الكبير لإفريقيا بفضل العمالة الرخيصة، البنية التحتية الجيدة للتصدير وغيره من الأمور السابق ذكرها. ولكنه يتمتع أيضا بأسعار طاقة رخيصة نسبيا، والتي تعتبر تنافسية للغاية بفضل الاستثمار في الطاقة المتجددة. بل إن بعض الخبراء يقولون إن المغرب يمكن أن يصبح الحل الأمثل لأوروبا للطلب المتزايد على الطاقة في المستقبل. وقال خبير مغربي في مجال الطاقة لBBC أن المغرب يمتلك واحدة من أفضل موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العالم مجتمعة. صحيح أن المغرب ليس لديه نفط أو غاز طبيعي بكميات ضخمة، ولكن لديه إمكانيات مذهلة. فقدرات الطاقة المتجددة التي قام المغرب بتثبيتها وخططه لزيادة حصته في مزيج الطاقة إلى 80% في عام 2050، فضلا عن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5% بحلول 2030 وفقا لبيانات جمعتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية، والتي تعكس طموح المغرب لتسريع التحول إلى الطاقة الخضراء والحصول على رصيد صفري صافي بحلول 2050، وهو الموعد النهائي المتفق عليه دوليا. ومع كل ما سبق، يوضح جيمس سونستون مؤلف تقرير كابيتال إيكونوميكس في تقريرات لصحيفة الإيكونوميستا الإسبانية أن المغرب يستطيع تحقيق تقدم كبير في تحسين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنه لن يصل إلى أكبر الدول في المديين القصير والمتوسط. ولكن أكيد على المدى الطويل ستتقلص الفجوة بين المملكة المغربية وإسبانيا من حيث الناتج الداخلي الخام ونصيب الفرد السنوي منه. كما يتمتع المغرب بعدة مزايا أخرى للإنتاج، فلقد شهد المغرب مؤخرا تغيرات عميقة مع تطور قطاع السيارات، فقد تضاعفت صادرات هذا القطاع بأكثر من 3 أضعاف خلال عقد من الزمن، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في قدرات الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية دون زيادة إمكانات نموه، بالإضافة إلى تعزيز هذه المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. وبقية الاقتصاد ستكون أحد التحديات الرئيسية في السنوات القادمة. كما أن البيانات المقدمة من قبل خبراء من مختلف دور التحليل تمهد الطريق للمغرب للاستمتاع بمعجزته الاقتصادية أو مرحلة التوسع الكبير. وبعيدا عن المزايا الاقتصادية الخاصة بكل قطاع، فمن المرجح أن يظل المغرب وجهة استثمارية جاذبة، حيث توفر جودة البنية التحتية في المغرب بيئة جيدة للصادرات، ويحتل المغرب المركز السادس بين الأسواق الناشئة الكبرى من حيث جودة موانئه. وفي الوقت نفسه فإن أكثر من نصف السكان تقل أعمارهم عن 30 عاما، وسيستمر عدد السكان في سن العمل في النمو كنسبة مئوية من إجمالي السكان. وينبغي أن يؤدي هذا إلى توليد قدر أكبر من المدخرات المحلية، وبالتالي المزيد من الموارد المحلية لتمويل الاستثمار. وهذا يدل أن المجتمع المغربي مجتمع شاب فتي، أي يافع، عكس الاقتصاد الأوروبي الذي يشكو من التهرم والشيخوخة، فنسبة الشيوخ أعلى من الشباب، وهذا يمثل تحديا ضخم للحكومات الأوروبية. لهذا يلجؤون لجلب العمال من الخارج. ومع تزايد الاتجاه للاستثمار في المغرب من الاتحاد الأوروبي واقتصادات الخليج وكذلك الصين في السنوات الأخيرة، نعتقد أن هذه العوامل المجتمعة إلى جانب موارد المغرب الوفيرة والإصلاحات الهيكلية والدخول في سلسلة التوريد في أفريقيا والعالم ستجعل المغرب يستمر في كونه واجهة استثمارية استثنائية في العالم. وهذا من شأنه أن يزيد من تعزيز مكانة المغرب كمركز صناعي جديد في العالم على وجه الخصوص،
وأرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة فاشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس لتأتيكم حلقاتنا كل يوم خميس وأحد على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمدي القروي، برنامجكم عرب شو، وأراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.